تحب اساعد حضرتك في حاجه؟ ايه الكرتونتين دول؟ اكيد حضرتك الدكتور مروان. ايوه. دول المندوب جابهم وفاتورتهم على المكتب. طب وما رصيتهمش في مكانهم ليه؟ انا قلت استنى لغايه لما الدكتور يجي ويشوفهم. اي دواء بيخش الصيدليه بيجي على اوردر، يعني احنا اللي طالبينه، يا يخش يتخزن جوه في المعمل يا اما يترص على الرفوف وما يتسابوش بره كده. حاضر. والرفوف مالها مش نظيفه ليه؟ احنا مشينا البنت اللي فاتت عشان خاطر موضوع النظافه ده. حاضر. انت رايحه فين؟ هنضف الرفوف. انا قلت الكرتونتين الاول وبعدين الرفوف، كلامي يتنفذ بترتيبه. حاضر. ضياء وحشتيني. وانت كمان. عامله ايه؟ الحمد لله. كده ما تساليش عليا ولا حتى برنه. والله كنت مشغوله. ماشي. حورية. انت عامله ايه يا حبيبتي؟ ثانيه واحده يا فندم. فين فلوس الروشته اللي فاتت؟ اتفضل. طب ممكن تجيب لي كوبايه ميه؟ نعم. كوبايه ميه اشرب. صعبه دي؟ حاضر. يا اهلا يا اهلا، يا نهار ابيض ده احنا زرنا النبي والله. ازيك، اخبارك ايه؟ حضرتك تعرفني؟ اه طبعا اعرفك، مش انت زميله حوريه في الكليه؟ اه. ده انت شكلك نجمه في وسط دفعتك. ميرسي يا دكتور. الميه. طب ثانيه واحده بس. ايه ده؟ الكوبايه مالها مش نظيفه ليه؟ ده انا غسلها بنفسي. بنفسك بتوكيل؟ الكوبايه مش نظيفه، ممكن تغسليها تاني؟ حاضر. بعد اذنك. لا لا بعد اذنك ايه؟ ده انا ما صدقت ان انت جيتي، ده اليوم كان وحش قوي النهارده. اه والله. شوفي بقى انت محتاجه ايه من الصيدليه، والصيدليه كلها تحت امرك. لا انا كنت عايزه حوريه بس واضح انها مشغوله. طب استني بس، برفانات طيب اي حاجه. الميه. شكرا. ممكن افهم انت بتعمل كده ليه؟ عملت ايه؟ ده انا طلبت منك كوبايه ميه عشان اشرب، عادي يعني. انت قصدت تحرجني قدام صاحبتي، بس اذا كانت هي دي طريقتك علشان تطفشني فانا ممكن اسيب الصيدليه عادي ودلوقتي حالا. استني بس يا حوريه، بصي طيب هقول لك يا ستي فهميني، انا ما قصدتش حاجه من اللي انت فهمتيها دي، انت اللي واخده الموضوع بقى بحساسيه زياده عن اللزوم بقى بصراحه. ممكن تسمعيني طيب؟ مش بكلمك انا. Ja sa skočila sputintia. عايز ايه هلا؟ في ايه؟ شو في؟ اللي عم تضربه؟ يا حماده شو صار لك؟ جنيت؟ هيدا ماك ابنه لجورج؟ ما هو كل ما بيجي بيعمل مشاكل. So go to Bernaview. حماده غسل له السياره وفولها بنزين بليز. اسمع الكلام. ماشي. بس انت ليه تاخرت؟ ما كنتش جاي اساسا. ليه شو صار معك؟ صراحة ربنا يا مدام متضايق من الاسلوب اللي انت بتعملي بيه قدام ماك ده. وانا ما بتعجبني الطريقه اللي بتلخبط فيها الامور على بعضها وما بتقعد عارف حالك شو عم تعمل. يا انا حطيت زيت على البنزين ده، واد رخم وش مشاكل وكل ما يجي يعمل مصيبه، وحضرتك اكتر واحده تعبت معاه. ايه مزبوط، بس ما لازم ننسى ان ابنه لجورج. عندك حق. هو فين عم جورج صحيح؟ ما بياكلش معانا ليه؟ راح يتمشى شوي، متضايق من اللي صار مع ماك. شفت بقى ان انا كان عندي حق؟ طب وبعدين هنسيبه كده لوحده يعني؟ الله؟ طب انا هنزل اجيب. حماده ما في منه هيك؟ ايه يمكن.
قفشتك يا عم جورج. مالك يا عمنا بس؟ يا بيجن، يا عم فكها وصلي على النبي. عندنا في مصر يقول لك ايه؟ تبات نار تصبح رماد. мне кажется, что мои дни подходят к концу. فكها بقى يا بابا. Ты сказал баба? اه انت يور بابا. طبعا يا عمنا انت ابويا. يلا بقى عشان هيخلصوا الاكل بعد كده هنندم. اكل هيخلصوه نيرفانا ولينا. يلا Пошли. يلا بشلي. ايه يابا متربس بمفتاح؟ ايه يا سلامة، استنى هنا. خد دول. ايه دول؟ هتبيت في المحل، مش اتفقنا على كده؟ لا ما اتفقناش، انت قلت لي بس انا سكت. انزل يا سلامة، ربنا يهديك. طب انا اخش اوضتي اقفل عليا مش هتسمع لي حس. ما ينفعش، لو انت اللي كنت اتجوزت كان زمان انا دلوقتي في المحل. يلا بقى بلاش سقالة. طب هنام كده من غير مخده؟ مخدة. انت بتعمل ايه كل ده؟ يا لهوي، انت هنا يا سلامه؟ ايوه هنا. انت ايه اللي خرجك؟ خش جوه. يا خويا خشي. اتفضل، ادي المخدة. ما اشوفكش الا بعد اسبوع. اسبوع؟ 10 ايام. يلا بقى ما تبقاش رخي. اسبوع يابا؟ اسبوع 10 ايام. دقوا المزاهر يلا يا اهل البيت تعالوا ترى جمع ويوفق والله. ايه يا سمسم، عايز حاجه قبل ما اشطب؟ شكر يا حسين. يا اخي انت صعبان عليا قوي. ما كنتش عارف انك هتهون على العم فرغالي بالسهوله دي. يسيبك في الدكان كده تنام لوحدك؟ لا حول ولا قوه الا بالله. يا اخي عيب عليه قوي. يلا كل واحد بياخد نصيبه. عقبال ليلتك يا سمسم. انا اجيب لك علبه على حسابي. دقوا المزاهر يلا يا اهل البيت تعالوا. يابا 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 يا فرغالي، في ايه يا سلامه يا ابني؟ مفيش حاجه يا ام مصطفى. تعمل كده في ابنك برضه؟ دي عمايل تبيتني في المحل وانت بايت فوق على سريرك. طب ده يرضي ربنا ولا يرضي مين؟ يا فرغالي حرام عليك رمية ابنك في الدكان. هي الناس ما بقاش عندها دم ولا ايه؟ سامع يابا؟ الناس ما غلطهاش. شفتي يا اختي الراجل اللي كنا بنقول عليه عاقل؟ هو جرى ايه في الداني؟ هي الناس خلاص ما بقاش عندها قلب. سامع يابا؟ سامع ناس بتقول عليك ما عندكش قلب. افتح يا فرغالي الباب لابنك، حرام عليك، ده برضه ابنك ضلال. هي دي الامانه اللي سابتها لك ام سلامه؟ يا حلا وجر، عاوزين نبيت معايا ابني اللي زي الشحت في ليله دخلتي؟ ولا انتوا ما بتصدقوا جنازه وتشبعوا فيها لط؟ اتجوزت يابا وسيبني من غير جواز. اتجوزت ودخلت دنيا وانا حتى ما عتبتهاش. جرى يا سلامه، انت بتفضحنا في الحاره. اتجوزت يابا، اتجوزت وسبت ابنك الغلبان اللي عاش خدام طول عمره تحت رجليك. طب قسما بالله العظيم لو ما خرست يا ابن الكلب لانزل احشر كل الجزم القديمه اللي في المحل في زورك. فرجت علينا الناس يا ابن الهبله. خش المحل، خش. بتحب البحر؟ هو ده بحر ده؟ دي ترعه. ده يجي ايه في بحر اسكندريه؟ عن جد حلو البحر باسكندريه؟ امال. اصل انا بقى كان ليا نظام. كل سنه انزل على سيدي بشر واطبش في الميه. بس عمري ما فهمت الناس اللي بتحط كرسي وتقعد تتفرج على البحر ده. متعة نزولك البحر ما بتقل ابدا عن متعة قعدتك قدامه. واحلى شيء لما تحاول توصل لاخر مدى فيه. هيدا الشعور كتير رح يروق لك اعصابك ويصفي لك ذهنك وتفكيرك كمان. ايوه، هي بتصفي ذهنك دي. انا كنت عايز اقول كده بس ما كنتش عارف اجيبها يعني. عشان كده جيت قعدت هنا. شكلك عم تفكر بشيء كتير مهم. موضوع كده شاغلني بس مش عارف اعمل ايه.
ايه مش عايزه تعرفيها؟ انه بدي اتركك تفكر فيها على راحتك. بس انا بقى عايز اقولها لك. ما تيجي نتجوز؟ انا بحبك وعارف ان انت بتحبيني بس مش متاكد قوي يعني. حماده بتحبيني صح؟ ما تعرفيش انت عملت فيا ايه؟ انا كنت مش عارف افتح الموضوع ازاي، يعني كنت بفكر كده ما اقولكيش ساعات، بس خفت ابقى حمار وكنت خايف اقول لك اكون اتسرعت، وخايف اكتر من كده ان انا اصحى ما الاقيش قدامي حماده ذكرى بينا. حماده عن جد انا كتير حبيتك وكتير انبسطت معك ورح ضل اتذكرك واكيد رح نضل نتراسل. نتراسل؟ حماده انا ما بدي اجرحك، مش معنات انه نحن اصحاب وعم نرتاح لبعض ونقوم ونتجوز. قرار الجواز كتير قرار صعب ومهم، ولازم يكون نابع من العقل والقلب مع بعض. والعقل بيقول ايه؟ العقل والقلب بيقولوا انه نضل اصحاب. حماده انا ما بدي اياك تزعل مني، يمكن انا رفضت اتزوجك بس انا كتير مصره انه نضل اصحاب وما تخسرني او اخسرك ابدا، ويمكن هيك احسن الي والك. ولا انت شو رايك؟ يلا بينا. تلاقيه ما يقصدش يا حوريه وعملها كده يا ضنايا بحسن نيه. وهيجي منين بس يا ماما حسن النيه وهو مليان عنطزه وانعاره كده وكل شويه يقعد يحسسني ان انا اقل منه؟ معلش ما تزعليش نفسك، هما في ناس كده عيانين بالموضوع ده، يقول لك انا اصلي فيا عرق تركي، كأن الاتراك دول يا اختي مش بني ادمين. شوفي يا ماما انا بكلمك في سري مروان ده وانتي وديتينا تركيا. بصي يا حوريه انا مش هجبرك على حاجه، لو انت عايزه تشتغلي اشتغلي، اذا كنت مش قادره اجبر ابراهيم هجبرك انت. بس انا يا ماما عايزه اشتغل، وبعدين يا حبيبتي انا مش عايزاكي تشيلي كل حاجه على قلبك كده لوحدك. يخليكي ليا يا ضنايا وما تحرمش منك، بس برضه مش مع اول مشكله تقابل الواحد يقول مش لاعب. معاكي حق يا ماما، انا بس يمكن عشان ما كنتش متعوده على الحركات دي، بس انا اتاكدت كده لما فكرت مع نفسي ان الولد ده بيعمل الحركات دي عشان يترسم بس قدامي بيها، لكن انا بقى عشان كنت جوه الموضوع ما كنتش فاهمه. الله ينور لك مخك كمان وكمان، كلام معقول وكله عقل. وكمان حساسيتي الزياده دي هي اللي حسسته انه نجح في اللي هو بيعمله، بس انا بعد كده اي حاجه هيعملها مش هتضايق ابدا عشان يعرف ان حركاته كلها تافهه. عين العقل يا حوريه. بس انا يا ضنايا في حاجه كده نطت في مخي دلوقتي. ايه يا ماما قولي؟ يكونش الواد ده بيعمل الحركتين دول عشان يشغلك؟ يعني هو شافني الاول واعجب بيا وبعدين عمل الحركتين دول؟ ده دخل بيهم عليا كده طص اول ما شافني. يبقى اصبري عليه حبه، يمكن يجي خير من وراه وساعتها نفرح بيكي. لينا وين كنتوا كل هالمدة؟ عم نعمل شوبينج. حماده كمان؟ شو المشكله؟ عرض علي انه يوصلني. المشكلة انه كنتوا تاركين ترمبة لحالها، هيدي المشكلة. والله انا ظهرت بعد ما الشفت تبعي خلص. والشفت تبع حماده؟ وليه عم تساليني لإلي؟ فيك تساليه هو. ايه انا قلت اكيد هو الغلطان. لما توصل مأخر على شغلك يا استاذ، اول شغله بتعملها بتروح بتعتذر، هيدا بدون انك ترك شغلك من دون استئذان. فكر هون ما في نظام، خليتني دوب الشفت وصرت عني الشفت من حسابي. بعد اذنك. تعالى اللي بتخبط. تعالى عايز مين؟ وفي واحد ساكن هنا اسمه اسماعيل عبد الهادي؟ لا ما اعرفش حد هنا، سنه جديده. اقعد يمكن بيجيبوا حاجه من بره وجايين. ربنا يكرمك. بسم انا الله بلف على كعوب رجليها من صباحة ربنا. سلامة كعوب رجليك يا اخويا. انت محضر صح؟ ايوه يا ست. استنى بقى اما اعمل لك لقمه كده تاكلها، ده انت تلاقيك بتلف من الصبح يا عيني. هي بكام الشقه؟ عيب عليك.
معاك ما معاكش ما يضرش. يا سلام، لسه الدنيا فيها ناس طيبين. الهنا والشفا. قول لي بقى، هو انت جاي لاسماعيل ده ليه؟ اصل اصحاب البيت رافعين عليه دعوه طرد لانه بقاله 6 اشهر ما دفعش الايجار. هيطردوهم؟ ايوه طبعا، عايز يعيش سفلقه. هات قوم وريني عرض كتافك. في ايه يا ست؟ ده انا حتى بقول عليك ست طيبه. انا مش طيبه، انا بقى راكباني العفاريت وامشي نجر من قدامي بدل ما الم عليك الناس واقول لك تحرش فيا. ايه يا ست، هو في حد كلمك؟ امشي بدل ما اسلخك بطاسه الزيت يا راجل انت. هو حصل اي حاجه يا ست؟ يا راجل امشي بدل ما اموتك. اما ست مجنونه بصحيح. ايش يا ام شريف يا معفنه، عايزه تطردي لي انا والعيال من البيت؟ ماشي، ان ما خليت حياتك كلها اسود من قرن الخروب ما بقاش انا. ايوه يا ام عبد الله، واقفه ليه تحت يا اختي؟ ما تطلعي فوق. معلش يا حبيبتي، اصل عندي كلمتين كده كاتمين على قلبي وعايزه اقولهم لك وعايزه كل اللي في الحاره يسمعوهم. بقى يا ناس يا واطيه، يا ترفعوا الايجار يا تطردوني بعيالي في الشارع. يا شيخه حرام عليكي، طب اعملوا حساب للعشره للجيره، بس انتوا هتعرفوا العشره منين يا كناسه الشوارع؟ الله يرحم الراجل العبيط اللي نصبتوا عليه وخدتوا منه الارض وبنيتوا عليها البيت بتراب الفلوس. كان راجل برياله يا حبيبتي، وانتي ساعتها كنتي حلوه وغندوره، وابو شريف اسم الله عليه كان مركب القرايل. عيب يا عواطف الكلام ده، ان كان على الايجار انا ماليش دعوه، ابو شريف هو المسؤول وربنا يعلم. ابو شريف اسم الله عليه ما الناس كلها عارفه انه راجل بنطلون طرطور، وان الشوره شورتك يا مقشفه. بس هقول ايه، ما هيش غريبه عليكم اذا كنتوا من اولكم لاخركم سلسال معفن. بالحق يا حبيبتي، الا زي اختك مش دي اللي كانت هربت مع العرباجي ورجعت بعديها بسنه شايله عيل على كتفها وشربتها للضغاف في بركات؟ حرام عليكي يا عواطف، دي بيوت مفتوحه وكلامك هيخربها. يعني عايزين تطردوني بعيالي في الشارع واضرب لكم تعظيم سلام؟ ده انا هقول فضايحكم كلها. يا الماما يا شبعه من بعد جوعه. فاكره يا اختي اخو جوزك اللي كان بيسرق الجزم من قدام الجوامع وياخدها يا اخويا ويلمع ويورنش ويقف بيها في العتبه يبيعها؟ فاكره ولا نسيتي يا اختي؟ حسبي الله ونعم الوكيل فيكي يا عواطف. بتحاسبيني عليا يا بنت اكلين السحت؟ الله يرحم امك اللي اول ما جت من البلد كانت بتنفخ في لمبه الكهرباء عشان تطفيها، ولما خدت شويه على المنطقه بقت تعدي على البيوت اللي عايزه تغسل واللي عايزه تمسح. الله يرحمها ويبشبش الطوبه اللي تحت راسها. ماتت يا اختي وايديها مبريه من الغسيل على الطشوط. يا اختي طالعين فيها على ايه؟ ده انا لو منكم اتدرم الحته باللي فيها. ده انتوا سيرتكم ولا زباله الشوارع. صباحي بالخير يا حبيبتي يا ام شريف، لو عايزه حاجه انا قاعده تحت يا اختي ابندهيلي. بعد ما اخلص تجهيز معاكي بقى هروح لواحد صاحبي ياخدني لواحد صاحبه عشان شغل. وماله يا اخويا، بس الاول يبقى صح العيال عشان يلحقوا الشغل في مصنع الجولاتي. والعيال لازم تشتغل بس سيبيهم يلعبوا شويه في الاجازه. هو ده شغل؟
من طول النهار هناك بيلعبوا، وانا مش فاضي عشان اخلي بالي منهم، احسن يبقوا ملخومين في حاجه. مالك يا اسماعيل؟ البيت كله بيشتغل الا انا. يو، وطول عمرك انت اللي بتشتغل واحنا اللي قاعدين. يعني انا دوري في الفيلم ده خلاص دح. فاشل، ده انت البطل. ربنا يجبر بخاطرك يا عواطف. عارف ايه اللي بيغيظني منك ويخليني ساعات مش طايقاك وعايزاك لك؟ ايه يا عواطف؟ لما تتغلبن كده وتنكسر. يعني اضحك على نفسي؟ ما انا فعلا غلبان ومكسور. لا، انت اللي غاوي تشوف الناس وهي بتبص لك على انك غلبان ومكسور ويتصعبوا عليك في الراحه والجايه بتبقى مبسوط. انت بتيجي عليا كده ليه يا عواطف؟ فكر يا ترى باجي عليك ليه؟ عشان حاطط ايدك على خدك وكسرتك قدام الدنيا والهم اللي انت مركبه على كتافك. ده بدل ما تطبطبي عليا وتقولي لي بكره تفرج وتتعدل. لو بالكلام يا اسماعيل ما كنتش بطلت قواله، لكن اللي زينا يا حبيبي لو وطوا الدنيا تركبهم اكتر. الناس كلها من عجينه وانت من عجينه تانيه. مصح العيال، يلا بلا وجع قلبي، يلا. حاضر. خد دي يا عماد من ايد حماتك. خد دي يا عماد من ايد حماتك. مفيش خد يا ابو العيال. يا وليه يلا لسه خاطب بنتي. مني ليك يا عمي. يا اخويا كل هو يا مكان. مكان. لا قول لي يا عماد، اخبار الجهاز ايه؟ عديت على النجار النهارده لقيته ناصب الاوضه، فاضل التشطيب والدهان. والاجهزه؟ في الشغل هيفتحوا معرض للسلع المعمره الشهر الجاي، وانا قلت الاتنين اصحابي يخشوا معايا عشان مرتبي مش هيكفي الاقساط. الا قول لي يا عماد، هو انت مش راكن حاجه على جنب كده للزمن؟ والله يا حماتي انا ما كانش في دماغي لا جواز ولا دياولو، كنت ماشي على مبدا الله جاب الله خد الله عليه العوض. ساكتة يعني يا عزه، محدش سامع له تحس. بس شايفاكوا جايين قوي على الراجل واحنا ما عملناش حاجه من اساسه، فهقول ايه؟ يخيبك بيت. طب ده احنا لو حتى كده المفروض تدار علينا. وبعدين انا قلتها من الاول، انا مش هعمل غير اللي اقدر عليه. بس ده ما كانش الكلام اللي قالته عواطف. ايه دخل عواطف في الموضوع؟ الكلام كنت انا وعماد. يعني كل اللي هتجيبولي رفايع على المطبخ وشويه الملايات وبقيه الشقه فرشها ايه، جرايد؟ ما بت قومي جد هي في امك قومي. هي كلمه الحق بتقف في الزور؟ عموما ما تقلقش، خالتك اعتدال عامله جمعيه مع ست ام احمد. اول ما نقبضها ان شاء الله هنكمل حاجتنا. ربنا يعمل اللي فيه الخير يا عمي. فين الورقه اللي جابها يا عواطف؟ لا، وانت عايزها في ايه؟ ما انا عرفت اللي فيها من المحضر وخلاص. عرفت ان الاعلان ده حكم ولا جلسه؟ ها؟ واذا كان جلسه، الجلسه دي تبقى فين وامتى؟ لا طبعا معرفش، الحاجات دي مهمه يعني؟ امال ايه المهم؟ انك تطلعي لام شريف وتشرشحي لها؟ اسكت، ده انا ما خليتلهاش، خليت اهل الحاره كلهم اللي مشتري يتفرج عليها. انت فرحانه قوي يعني؟ والغزه دي هنحلها ازاي؟ بص، هو قال ان احنا بقالنا 6 اشهر ما دفعناش الايجار، عشان كده هم عملوا لنا دعوه طرد. وانت فعلا بقالك 6 اشهر ما دفعتيش الايجار؟ اصل انا اللي رحت لوليا ام شريف، قلت لها يا وليه خدي الايجار. لا، لازم تدفعوا 60 جنيه. قلت لها حبيبتي ما ينفعش، هتاخدي الايجار على قديمه. رجعت تاني قالت لي لا. ايوه قلت لها وقالت لك في الاخر دفعت الايجار ولا لا؟ الله، ما هي قالت لي لا، بقول لك رحت سايباها وماشيه. ودبيت الفلوس في جيبك يا فرحه، كان لازم الفلوس دي تدفع في المحكمه. يوه، يعني في الاخر برضه طلعت انا اللي غلطانه، مش ده اللي انت عايزه؟ لا يا عواطف، انا مش عايزك تترمي انت وعيالك في الشارع. بدينا بالهم والهم مش راضي بينا. مش كفايه ساكنين في بدرون مش شايفين منه غير جزم الناس طول النهار؟ لا منا يا عواطف، وفي الاخر احسن من الشارع. يعني عايز نعمل ايه دلوقتي؟ ما تعمليش حاجه، انت عملت اللي عليكي وزياده. وانت عملت ايه يا حبيبي؟ لقيت شغل؟ لا لسه بدور. دور يا اخويا دور. انت بتقطميني يا عواطف. ما انت عمال تقطمني من ساعه ما جيت. طب استنى بس، رايح فين؟ استنى حقك عليا، انت رايح فين؟ هستنى ابو شريف على القهوه، جايز اعرف احلها. طب لو ما سمعش كلامك يبعت لي، انا حاجه اتصرف معاه.